والي كاتب عام الاتحاد العام للسباقات الهجمه المملكه المغربيه. احنا اليوم في اطار نسخه جديده اللي هي نسخه موسم 2025 2026 لانطلاقه البطوله الوطنيه لسباقات الهجن او سباقات الابل هون بالحلبه الاكبر على مستوى افريقيا اللي حلبه الشيخ زايد والسلطان نهيان من مدينه طنطان في جماعه بن خليل في اقليم طنطان. هذه الحلبه اللي كتضم جميع رياضي وهواة هذه الرياضه اللي هي رياضه الاباء والاجداد وكتمثل الهويه والثقافه المغربيه الصحراويه الاصيله. هذه الرياضه اللي نحن الحمد لله بفضل هذه الحلبه اصبحنا اليوم كنشوفوا الشباب، اطفال، شيوخ، يعني مختلف الاعمار كلها باش مهتم باش يطور هذه الرياضه ويردها للوجود. هذه الرياضه اللي الحمد لله صبحت اليوم كترقى واحد النوع من الجماهير، من نوع من الجمهور اللي كيتفرج فيها ويستنط لها ويتبع اخبارها على المستوى الاقاليم الجنوبيه. بالفعل نحن كنطمحوا في اتحاد المغربي لسباقات الابل انه تكون عندها دعم اللي هو دعم من عند دولتنا اللي هي الدوله المغربيه، اللي هو دعم يعود باش تواكب هذه الرياضه، جميع الرياضات خصوصا هذه الرياضه اليوم صبحت رياضه داخله في الالعاب الاولمبيه. ونهاية السنه بخصوص اللي تعرف الالعاب الاولمبيه في الرياض في نهايه شهر 11 ان شاء الله. والمغرب مشارك بهجانه مغاربه صنف الاناث وصنف الذكور في هذه الرياضه باش يمثل البلاد المغرب ان شاء الله احسن تمثيل كباقي الرياضات. ولما لا تحصلوا على الميداليات الذهبيه ان شاء الله. وحنا عندنا اكيد متيقنين عنهم الركابه اللي عندنا اللي راكموا خبره في هذه السنوات الاخيره في هذا الميدان اللي هو ميدان الشيخ زايد، انهم الحمد لله اكفاء، وانهم كيف حققوا نتائج مهمه في البطوله العربيه السنه الماضيه في مدينه العلا، وحققوا نتائج كذلك في مهرجان الطائف، مهرجان ولي العهد، لنتائج كانت مشرفه. والحمد لله نطمحوا باش ان هي الرياضه تزيد لقدام، نحافظوا عليها من اجل ربط الماضي بالحاضر من اجل مستقبل افضل. والحمد لله يعني راهي الرياضه في نفس الوقت هي السياحه، وفي نفس الوقت كتخلق الاقتصاد وتخلق واحد النوع من تمتص واحد النوع من البطاله للشباب، خصوصا اللي كنشوفوا درك هاو المرحله اللي عندهم في طنطان كل مراه مخدم معها 4 الناس 5 الناس، بالاضافه لذوك اللي يركبوا، بالاضافه لذوك اللي يجيبوا العلف، يعني كتمتص واحد النوع من البطاله. وهذا هو اللي بغينا الدوله تنخرط معنا فيه، وتنخرط معنا الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الشباب والرياضه باش تقدم دعم لهؤلاء الناس، دعم هؤلاء الناس باش يخلقوا فرص عمل، فرص شغل، وهي الرياضه تمشي لقدام ونسايروا الدول اللي فاتنا فيها بخصوص دول الخليج. ومرحبا بكم وسهلا، ونشكركم انتم كاعلاميين حضوركم معنا جايين من الرباط باش تغطوا معنا اول دوره لهذه البطوله. شكرا.